برج الحوت. برج الحوت اللي عنده زحل، اللي قاعد عنده من اول السنة وعامل له مشاكل وعامل له عرقلة وعامل له تعطيل وعامل له ازمات من اول السنة. برج الحوت انت الشهر ده كله موجود في بيتك الرابع، لان احنا كده عندنا حوت، حمل، طور، جوزاء، تربيعة فلكية. التربيعة الفلكية دي احنا بنقلق منها في العموم. المشتري موجود في الجوزاء، الشمس موجودة في الجوزاء، عطارد موجود في الجوزاء، الزهرة موجودة في الجوزاء، المريخ هيروح للجوزاء برضو قريب ان شاء الله، يمكن شهر 6 اخر 6 اول 7 هيكون موجود في برج الجوزاء. عندي تواريخ مهمة بالنسبة لي الشهر ده جدا، اللي هو تاريخ 17 يونيو. ده تاريخ مهم جدا جدا بالنسبة لك يا برج الحوت، لان من بعدها الدنيا هتتغير معاك 180 درجة زي ما بيقولوها، لأنه الزهرة وعطارد الاثنين هيروحوا على برج السرطان، برج صديق ليك أخيرا يا برج الحوت، وهتبتدي الدنيا تتعدل معاك قوي بقى، ونقدر نقول الحمد لله الكفة بتتعدل من النقيض للنقيض الآخر. الدنيا هتظبط معاك جدا يا برج الحوت. عندك انفتاح مادي ان شاء الله باذن الله هيحصل، عندك سفر محدد ليك ان شاء الله باذن الله من بعد يوم 9 يونيو ان شاء الله باذن الله. ممكن يكون عندك سفر، ممكن يكون عندك انتقال من مكان لمكان. اقدر اقول لك ان انت عندك مصالحات كمان هتحصل في حياتك يا برج الحوت. عندك شراء لشيء جديد هيحصل معاك يا برج الحوت، يمكن هتصلح حاجه قديمه عندك كانت بايظه، يمكن هتشتري حاجه جديده، يمكن عندك مش عارفه اقولها لك ازاي، بس انا عايزه احذرك من حوادث الطرق يا برج الحوت. انا فعلا بحذرك من حوادث الطرق، بحذرك من انك انت تكون متهور في بعض القرارات الشهر ده. حاول تصبر لغايه يوم 17 يونيو. من 17 يونيو ل 30 يونيو الدنيا ماشيه معاك كويس قوي، هتبتدي تظبط معاك جدا جدا. لحد يوم 17 انا بحذرك من حوادث الطرق، بحذرك من انك انت تكون في انفعال، يكون عندك عصبية زيادة، من خسارة أشخاص، من خسارة عمل. برج الحوت أمورك العملية كان فيها عرقلة الفترة اللي فاتت، هتبتدي تنصلح. كان عندك ديون يا برج الحوت، في سداد الديون بتاعتك في نهاية الشهر بإذن الله. من يوم 17/6 هتبتدي تسد ديونك اللي فاتت، كان عندك فعلا ديون كتيرة. في منكم ناس كمان كان عليها أقساط متراكمة، إن شاء الله بإذن الله في سداد للأقساط دي. كان في ناس منكم منتظرة استلام بيت، منتظرة استلام سيارة، منتظرة حاجة وكان فيها عرقلة وكانت متأخرة، إن شاء الله بإذن الله تتحل معاكم من يوم 17/6 لحد 17/6. أنا بقول لك خلي بالك من النهاردة لحد 17/6، خلي بالك من حالك جدا. اربط على قلبك شوية، اربط على نفسك شوية، بلاش عصبية، بلاش تدخل في جدالات ملهاش لزوم. برج الحوت انت مش مجادل شاطر، انت محنك قوي في العمل، انت شاطر جدا عمليا، لكن انت في الكلام مش شاطر، فحاول ان انت تقلل من كلامك شويه الفتره اللي جايه. كمان برج الحوت الناس اللي بتشتغل منكم في الحاجات اللي ليها علاقه بالميديا، الناس اللي بتشتغل في السوشيال ميديا او بتشتغل في الميديا عموما، او بتشتغل في اي حاجه ليها علاقه بالانترنت، ليها علاقه بالحاجات دي، لا انتوا ان شاء الله باذن الله عندكم نجاح كويس قوي 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 ان شاء الله باذن الله. ويمكن كمان يكون عندكم توقيع لعقود جديده الفتره القادمه. اصحاب برج الحوت اتمنى لكم شهر مليء بالسعاده والسرور والخير والبركه، واستناكم في شهر 7 عشان نقول لكم بشرات حلوه قوي قوي يا برج الحوت ان شاء الله باذن الله. الشهر ده هيكون حلو معاكم، ونستودعكم الله. كان معاكم ساره فوده خبيره الفلك والابراج والتارot.